المانع الثالث للحجاب هو من اكتر الموانع المنتشرة، خلونا كده نسمعها. بصراحة شكلي وحش قوي في الحجاب، مش قادرة اتقبل نفسي بيه وكمان مكبرني. انا شكلي احلى واصغر بكتير من غيره. وحتى صاحبتي اللي محجبة، بس هي محجبة نص نص بصراحة، بتقول نفس الكلام، ان عشان تحسن حجابها وتلبس واسع وتغطي شعرها هيبقى شكلها وحش. المرة دي بالذات انا فاهمك جدا، لان فعلا دي حقيقة. بس انا عايز ارجع خطوات ورا واسألك، شكلك وحش بالنسبة لمين؟ ما هو الجمال ده نسبي. وحش بالنسبة لك، ولا وحش بالنسبة لاصحابك والمجتمع اللي انت فيه، ولا وحشة بالنسبة للناس اللي تعرف ربنا ومتدينة، ولا وحشة بالنسبة لربنا، ولا وحشة بالنسبة لمين؟ وانت همك رأي مين فيهم؟ ما هو معلش، لو رحنا لعبدة الشيطان وشافونا احنا كلنا كده على بعضنا وحشين بالنسبة لهم، ازاي مش عاملين وشم في كل حتة في جسمنا، وعاملين حلقان في كل خرم في جسمنا، وصابغين شعرنا مش عارف اللون ايه، وملزقينه وحاطين كحل وشبههم؟ ازاي مش بنعمل ده كله ومش بنسمع موسيقى ميتال بقى والكلام ده كله؟ ما احنا كده وحشين بالنسبة لهم. اشمعنى بقى انت مش فارق معاكي تكوني وحشة بالنسبة لهم هم، وراضية بشكلك وموافقة عليه رغم ان هم مش موافقين عليه، عشان انت مقتنعة ان هم غلط ومش فارقين معاكي؟ صح؟ طب يعني هم دول غلط، واللي عايزينك تتعري وتبيني مفاتنك وجمالك دول اللي صح؟ ليه مهتمة بكل دول وهم حريصين انك تبقي غلط وبتعملي كبيرة من الكبائر ما ترضيش ربنا؟ هتقولي لا لا، انا بس وسط اصحابي بحس ان شكلي وحش وسطهم. طب ما تقلعي الحاجات وسط اصحابك، ما هو انت اصحابك لو بنات وقاعدين في البيت لوحدكم او خارجين في مكان برايفت اقعدي براحتك. هتقولي لا لا لا، انت مش فاهم قصدي، انا مش متقبلة نفسي بالحجاب اصلا، انا مش حابة شكلي بالحجاب. طب ما تقعدي في البيت من غير حجاب، ما تقلعيه براحتك. اقعدي مع نفسك في مكان خاص بيكي او وسط محارمك او وسط البنات صحباتك واقلعيه براحتك. هو احنا بنقول لك ابقي محجبه 24 ساعه تلبسي الطرحه دي وتعيشي وتنامي وتقومي بيها؟ الحاله الوحيده بس اللي مش هعرف افتح بقي معاكي فيها ومش هعرف اقنعك بيها، انك تقولي لي انا عايزه ابين جمالي ومفاتني قدام الرجاله، ومش الرجاله اللي اعرفهم محارمي وكده، لا، قدام الرجاله الغرب. انا محتاجه ابين جمالي ومفاتني قدام الرجاله دي. صحابي في الشغل وزمايلي في الجامعه وزمايلي في المدرسه، ما هم كل دول يعني مش هيشوفوني وحشه برضه، انا محتاجه ابقى جميله قدامهم. في الحاله دي بس مش هقدر اقول لك حاجه، لاني بصراحه مصدقك. انا اسف لو الكلام ممكن يبقى صعب شويه، بس فعلا دي الحقيقه. انت في اللاوعي بقيتي تحاولي تلفتي انظار الرجال، وعلى فكره دي فطره، ما هو ده الطبيعي، والرجاله برضو كده. انت لو راجل دلوقتي بتتفرج عليا، لو انت قاعد في بيتك وقاعد بالفانيلا، اكيد حصل لك موقف كده، قاعد بقى بالفانيلا وبراحتك ومنعكش والباب رن، رحت شفت مين؟ لقيت الولا ابراهيم صاحبك بس عايز منك حاجه، هتفتح له صباح الفل صباح الفل وتخلص معاه ويمشي وكله زي الفل. لكن تخيل جيت بقى تفتح تشوف مين، لقيت الانسه مريم جارتك جايه تطلب من والدتك حاجه، هتخش تصنفر الدنيا وتعدل كل حاجة وتفتح لها تشوفها عايزة ايه. ده طبيعي لان دي فطرة. فيا اختي احنا مش هنضحك على بعض، انا بقولك لما تتحجبي هيبقى شكلك احلى بالنسبة لربنا. اللي احنا المفروض ما يهمناش نظرة اي حد في العالم لينا، لكن يهمنا نظرة ربنا لينا وربنا شايفنا ازاي. يقول صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. يعني الريحة الوحشة اللي بتبقى غصب عن الواحد وهو صايم دي اطيب عند ربنا من ريحة المسك. فالامور مش بالظواهر. ثم انت بحجابك هتكوني شبه افضل ناس في الدنيا، شبه احسن ناس ربنا خلقهم، وهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومريم البتول العذراء، وآسيا امرأة فرعون. هتكوني شبه الناس المؤمنة اللي ربنا ذكرهم في القرآن دي، اللي هم يعني اعلام. ومن تشبه بقوم فهو منهم. ويقول تعالى في القرآن: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لو انت مش مؤمنة فالخطاب مش ليكي، انما لو انت مؤمنة، وانا عارف انك مؤمنة ان شاء الله، فالخطاب ليكي. ويا بختك، ربنا بيقول ونساء المؤمنين، وقارن بينهم وبين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده نساء المؤمنين. يعني انتوا في حتة واحدة. لكن تخيلي لو انت مش لابسة الحجاب الصحيح، اكيد هتخرجي بره الحتة دي. فوالله الحجاب فخر، اتحجبي علشان الحجاب فخر، وشكلك جميل بالحجاب عند الله سبحانه وتعالى. بس كده، لو عندك اي سؤال سيبيه تحت في الكومنتات وهرد عليك ان شاء الله، او لو عندك سؤال عايزه تساليه برايفت مش بابليك، سيبي برده كومنت عندي سؤال وحد من فريقنا هتتواصل معاكي. او لو حابه تخشي سبورت جروب على تيليجرام، سيبي برده كومنت وحد من فريقنا هتدخلك فيه. الجروب ده هيكون فيه بنات بتشاركك طريقك للحجاب وهتساعدك في المشوار ده ان شاء الله. بس كده، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو بتتفرجوا على يوتيوب، لايك على فيسبوك، وفولو على انستجرام. ما تنسوش تعملوا شير، الشير مهم جدا عشان غيركم يستفيد ان شاء الله. اشوفكم الفيديو الجاي، وسلام.